ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم قناة سدرة. النهاردة معانا برج الأسد. ياريت قبل ما نبدأ في البرج تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات. وياريت آرائكم في الكومنتات عشان بتحمسني وبتديني باور كده علشان اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. النهاردة معانا برج الأسد. برج الأسد شخصية صبورة لأبعد الحدود، يعني بيديلك فرصة مرة واتنين وتلاتة والرابعة ما بيعملهاش، يعني معنى كده ان هو بيقولك التالتة تابتة. تعالوا النهاردة نشوف برج الأسد أيامه عاملة ازاي، نسمي بالله ونصلي على النبي في الكومنتات ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا برج الأسد، هو مبدئيا كده يعني باين الدموع اللي نازلة منك، انت حالتك سيئة جدا 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 لأبعد الحدود، وانت ماشي في طريق انت مجبر انك تمشي فيه. يعني انت مش ماشي في الطريق ده بمزاجك، انت مجبر عليه. انت في لخبطة جامدة قوي 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 في حياتك يا برج الأسد. ليه كده؟ في لخبطة جامدة قوي في حياتك يا برج الأسد، ده غير طبعا الدموع والعياط. حالتك النفسية سيئة جدا جدا جدا. برج الأسد، الطريق اللي انت ماشي فيه انت مجبر تمشي فيه لسبب حصل لك، دروب او ظرف ايا يكن، ما عملي شخصي أسري عاطفي، ففي طريق انت مجبر تمشي فيه. طريق فاضي، طريق ما فيهوش طموحات، بس انت لازم تكمل فيه. حياتك العاطفية يا برج الأسد مش أحسن حاجة. انت في حد في حياتك بس انت مش عايزه، ومش عارف تقولها له ازاي، عشان في حد تاني أحسن قدامك. يعني الشخصية اللي معاك حاليا انت مش محتاجها، عشان انت لقيت شخصية تانية أحسن. ده لمعظم برج الأسد مش كله. آه اللي اعرفه يا برج الأسد ان انت طالما مش مرتاح في حاجة ما بتكملش فيها، فلو انت فعلا حقيقي مش مرتاح ما تكملش. دموعك مش هتفيدك بحاجة. الدموع اصلا يعني رهيبة، رهيبة حرفيا رهيبة. بعد الأزمة اللي انت ماشي فيها والطريق الفاضي اللي انت ماشي فيه ربنا هيجبرك. ربنا هيجبرك يا برج الأسد، بس انت كمل فيه وما تيأسش. وهتشوف يعني رد ربنا هيبقى عظيم عظيم جدا، يعني هتشوف. فما تيأسش، وطبعا ربنا ما بيعمل لناش حاجة وحشة في حياتنا. وربنا لما بيحب عبد بيبتليه، فأكيد اللي انت فيه ده ابتلاء وده امتحان من ربنا يا برج الأسد. آه بص يا برج الأسد، آه في حد في حياتك مدمرها. مش شرط يكون شريك عاطفي، بس ممكن يكون حد من الأسرة، حد من العيلة، حد من الصحاب، حد من الجيران. ففي حد يعني مش عاجبه حالك وبيحبطك دايما، حتى لو على الحاجة الحلوة فهو دايما بيحبطك. برج الأسد، بص هو في إذا كان من الستات، يعني هو إن شاء الله في حمل قريبا، أو انتي حامل حاليا، فإن شاء الله ربنا يقومك بالسلامة لو في حد من نساء برج الأسد. ولو مش حامل فربنا إن شاء الله هيرزقك عن قريب، طبعا اديكي شايفة، فربنا طبعا هيرزقك عن قريب. آم،
بس خلي بالك عشان صحتك ممكن متبقاش احسن حاجة، ضغوطات ومسؤولية كبيرة. آمم في يعني في دروبات كتير أوي انتم واقعين فيها يا أبراج الأسد، إذا كان من الرجالة أو من الستات. الستات في حد ظلمك من فترة وانتي ما كنتيش عارفة تاخدي حقك ازاي، فاحب ابشرك ان انتي حرفيا قبل ما نقفل السنة ان شاء الله هتكوني واخدة حقك تالت ومتلت يا نساء برج الأسد. انا مش عارفة بصراحة، يعني حاول يا برج الأسد تبطل دموع شوية، واستعيذ بالله وصلي، قرب من ربنا كتير، لان معظم برج الأسد يعني انا شايفاه ما بيصليش، مش بيقرب من ربنا، فحاول تقرب من ربنا اكتر يا برج الأسد، وان شاء الله بمشيئة الرحمن قبل ما تبدأ السنة الجديدة تكون حالتك النفسية احسن من دلوقتي. كان معاكم قناة سدرة، وياريت تكتبولي في الكومنتات محتاجين برج ايه المرة اللي جاية، وتصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.